نصيحة لكل بنت: لو كان ليكي علاقة مع شخص وسبتيه وتعرفتي على شخص تاني وناوية ان انتي هتكملي معاه، او فعلا اخد الخطوة واتخطبتوا وداخلين على جواز، ما تحكيش عن علاقتك السابقة ابدا. مهما الشخص الجديد اللي ضغط عليكي وسألك على تفاصيل علاقتك مع الشخص اللي قبليه، اوعي تحكي على الشخص اللي كان قبله. على فكرة ده مش معناه ان انتي بتخبي حاجة او ان انتي بتخدعيه، ولا الكلام ده كله. الشخص الجديد في حياتك مطالب ان هو يعرف كل حاجة عنك بعد ما تعرف عليكي وبعد ما ارتبط بيكي. لكن اي حاجة قديمة غلط او كان فيها تجاوزات انتي عملتيها ما تحكيهاش. ربنا ما قالش كده. ربنا بيحب الستر. حتى لو حاجة بسيطة أو حاجة تافهة ممكن تضايق الشخص الجديد اللي معاكي، تغاضي عنها خالص وما تحكيهاش حتى لو هو سألك. وأنا ما بقولش الكلام ده من دماغي على فكرة. حتى لو سألته في دار الإفتاء، الست أو البنت لما تتجوز المفروض تحكي لخطيبها أو لجوزها عن أي حاجة من علاقاتها القديمة قبل كده، هيقول لأ. علشان الستر واجب عليكي وواجب على كل إنسان فينا إن هو يستر نفسه ويستر أي حد حواليه. فمن فضلك ما تدخليش نفسك في مشكلة مع جوزك أو مع خطيبك. ممكن حاجة تافهة جدا وهو يكبرها في دماغه، ممكن بعد كده يقولها لك في وسط أي خناقة، ممكن التخيلات في دماغه تزيد وبعد كده يتهمك بحاجات انتي فعلا ما حصلتش منك أو ما عملتيهاش. فتفادي كل وجع الدماغ ده، وما تعتبريش نفسك أبدا إن انتي خدعتيه أو إن انتي كدبتي عليه.